ده انا هأجزم دلوقتي ان بسبب الفلك هيحصل كذا. النهارده مع اسم ليه تقله في مصر والوطن العربي، انت هتاخد أسوأ كرم على الارض. الأستاذة وفاء حامد توفت بسبب الاسحار. بالنسبة للناس اللي بتتأذى دي تعمل ايه؟ اجمعوا على ان سحرها ما بيتفكش. ممكن يكون عندها جن، ممكن يكون معاها قريب، ممكن يكون عندها مس ارضي. واحدة تغير من صديقتها في الشغل حصل. بيحصل أذية. ان النفس لأمارة بالسوء، حتى توصل لمرحلة ان تخاف ان هي تأذيك. يعني أنا عايز أقولك إن أنت حكيتيه، أنا شخصيا حصل معايا. الفلك بريء من قصص التنجيم. هو لو كان بيتقي الله مش هيكتب الكلمة اللي خد بالك الفلك بيدي شر، ربنا موجود. يتدخل يرسل له جنوده. وفاة أختي، انت مع الله، فايه تاني اللي هيبقى معاك؟ ايه اكتر برج في 2026 هيتخلص من السحر؟ هيزيد، ربنا ما بيتعاندش. انا مش مصدق لحد دلوقتي. الاسحار بتتجدد في اوقات معينة من السنة. ومش هقول. برج العقرب 2026 توقعاتك ايه؟ خلاص كفاية. انا مش قادر اكمل في العلاقة التوكسيك دي. هو انا يعني ليه حاسس ان البرج الميزان ده بتاعي انا دلوقتي؟ الشخص المحسود بيقوى. ايه هي اكتر الابراج حظ في 2026؟ بتؤخذ اقداركم من افواهكم. ليه الناس بقت كده؟ الساحر لما المسحور بيبتدي يخف، الساحر بيعرف. هتكملي في نفس المجال؟ وهبقى أشرس من كده. 2026 خير لأهل الخير وشر على أهل الشر. ورا كل قراية فهم وتجربة ونظرة مختلفة. النهاردة مع اسم ليه تقله في مصر والوطن العربي، حلقة مميزة مش بس عشان راس السنة 2026، عشان معايا شخصية مميزة. معانا الباحثة في علوم الطاقة والمشهد الفلكي والأبراج ومعالجة الصحة النفسية، الأستاذة وفاء حامد. أهلا بيك يا وفاء في بودكاست مع حسين الوزيري. ميرسي يا حسين، ده أنا اللي مبسوطة إن أنا معاك. النهاردة بقى هتقولي لي إيه عن 2026؟ والله يعني لو قلنا كده بس كده بسم الله الرحمن الرحيم، سنة البدايات وسنة القوة وسنة الخير لأهل الخير وسنة الحصاد للي تعبوا ال3-4 سنين اللي فاتوا. ف2026 هي مش قصة بدايات فقط، هي قصة ان انت هتبقى عاملة زي هي سنة الحصان الناري بتجري. وعلى فكرة السنة دي مش هتستنى حد، سريعة جدا. هننام نصحى هنلاقيها خلصت. جات لك فرص لو معرفتش تنتهزها كويس قوي ما ترجعش تندم، ما ترجعش تقول اصلا انا اللي حظي وحش. لا، السنة حظوظها قوية جدا، بل بالعكس انا شايفة ان هي سنة الجبر الالهي. يعني نقول في خير كتير في كتير سنة 2026 بإذن الله جدا، وبالذات على المستويات الفردية. دي حقيقة انت هتحصد كتير قوي. أنا كشخص ولا لا، البشر عموما. 2026 عامة لكل الناس فيها خير وخيرات ربنا كتير. وعايزة أقول لك كمان على حاجة يا حسين، إن 2026 هي بادئة معانا من 5/11/2025 حقيقي. قطقيا. صحيح، أنا بقول صح. الناس بدأت تستشعرها، بدأت تنهي مشاكل أو تبتدي تحط بلان معينة إن هي عايزة تعمل حاجات تانية تخلصها في 2026. فلو الناس كلها جت حسبتها، هي طاقتها بدأ معانا من شهر 11 من 2025 لحد أواخر شهر 3. احنا كل ده بننهي كل السلبيات بتاعت 2025. بعد كده هنعيش بقى في سنة الحصان الناري بإذن الله. إن شاء الله تكون سنة خير علينا اللهم كلنا يا رب. أمين، اللهم أمين يا رب. أول لحظة قررتي فيها إن أنا هدخل مجال الأبراج والطاقات جات إزاي؟ والله هو أنا ما دخلتوش حب. أنا كان عندي أخت كبيرة الله يرحمها، الله يرحمها. توفت بسبب الأسحار، وكانت الأسحار بتاعتها مدفونة أو محذوفة في البحر. وجميع الشيوخ في مصر وبره مصر أجمعوا على أن سحرها ما بيتفكش. والكلام ده كان بداية من يمكن سنة 1990 وأنا لسه طفلة صغيرة، لحد ما توفت في 2009. ولفينا بيها كتير جدا، ولكن طبعا الموت والحياة هي قضاء ربنا، ولكن خذوا بالأسباب. اتأذت جامد جامد جامد. فأنا يعتبر في المجال من 2009.
طيب انا عايز اسال حضرتك سؤال، بالنسبه للناس اللي بتتاذى دي تعمل ايه؟ تتصرف ازاي؟ والله هو العلاج الوحيد في دجالين كتير موجودين جدا جدا، مم. وبيضحكوا على الناس بيضحكوا على الناس. وبيكذبوا وبيأولوا كلام على الله وعلى سيدنا دي النبي، حقيقة. وده كلام غلط دي جدا. حقيقة. اللي عايز دايما يتعالج من الأسحار بيروح للشخص اللي هو خلاص هو بقى مصدر ثقة من ناس كتير، لأن حضرتك الأسحار أنواع، وفي ناس ممكن تكون مش مسحورة، ممكن يكون عندها جن، ممكن يكون معاها قريب، ممكن يكون عندها مس أرضي، ممكن تكون هي مولودة وأساسا البصيرة والاستبصار مفتوحين عندها، ولكن ناس تانية يضحكوا عليها لا أصل انتي مسحورة. لا، هي ما بتبقاش القصة كده. اسهل حاجه انت مسحوره. بالظبط. فازاي بنعالج ده؟ على حسب طاقة الشخص اللي قدامنا. بس في ناس بيبقى يعني تواجد الحقد كتير برضو بين البشر وبين الشخصيات، بتلاقي احيانا ان ممكن واحده تغير من صديقتها في الشغل، حصل. بيحصل اذيه، حصل وبيحصل للاسف يعني بتتم اذيه. ودي النفوس المريضة. ما كانش ربنا نزلها في كتابه العزيز إن النفس لأمارة بالسوء. النفس غير طاقة الشيطان. طاقة النفس هي اللي بتقويك، هي اللي بتدعمك، هي اللي بتدخلك جنة ونار. وده كلام الشيوخ الأفاضل. لكن الشيطان أو الطلاسم أو الكلام ده كله بيتحل بطريقة طبيعية جدا لو عرفنا نفك الطلاسم. لو عرفنا ان احنا وجدنا شخص بيعرف وبيتقي الله في المجال ده بالذات، لازم يكون بيتقي الله، هيبتدي يحلها. في حاجات بنقدر الحمد لله نقدر عليها، وطبعا كله بفضل الله. وفي حاجات انا عن نفسي مثلا لما بشوف حالة معينة، حبيبتي لا، خليكي مع الله وربنا هو اللي هيتم ستره عليكي. اجتهدي في الصلاة، اجتهدي في الدعاء، انزلي تصدقي، وهكذا. وفي حالات لا، بتبقى سلسة وبسيطة علشان هي عندها الإرادة والقوة اللي بتحارب بيها طاقة الأسحار أو المس أو أيا كان. يعني ممكن في بشر موجود عندهم طاقة قوة. اللهم لك الحمد. طبعا. طبعا. شايفة فيها طاقة قوة ولا؟ والله بص، هو بفضل الله وبآراء الناس كلها، اللهم لك الحمد. بص يا حسين، أنا هقول لك على حاجة. أنت خليفة الله على الأرض، وأنا خليفة الله على الأرض. تخيل لو خليفة الله على الأرض بتستخدم كلام ربنا بالخير أو بالشر، هل تعتقد إن ربنا مش هيديك المنحة من عنده إن هو يقويك على أهل الشر؟ بالعكس جدا. أكيد. هيفتح عليك الفتوحات والبصيرة والاستبصار اللي يخليه الناس اللي حواليك تتخض منك، حتى توصل لمرحلة إن تخاف إن هي تأذيك أو يتأذوا لوحدهم. ما هو يمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. ربنا اللي مطلع على النوايا والقلوب والأفعال، وربنا دايما بيحب يبص للقلوب. فأنت ما تجيش تكون شخص سوي قوي ونقي قوي وعلى طهارة بينة قوي وماشي على الله حكايتك وتفتكر ان حد هيقدر عليك او ان ربنا هيمنع عنك شيء هو ممكن بيديهولك. فأنا إجابة على سؤالك، الحمد لله ربنا مديني شيء معين. فعلا كلام حضرتك صريح جدا، ان انت يعني انا عايز اقولك ان انت حكيتيه انا شخصيا حصل معايا بجد والله. طيب نطلع من السؤال ده ونرجع، طالما اتكلمنا في الناحية الدينية، برضو منظور حضرتك من الناحية الدينية لعلم الفلك والأبراج والطاقة. بص، ناس كتير اختلفت وانا معاها جدا ان هي بتختلف. هناك فرق ما بين الفلك اللي هو مواد بتدرس في جامعات وليها شهادات وماجستير ودكتوراه ومعروفة، وفي فرق ما بين التنجيم من العلم القديم. التنجيم اتعرف في دول كتير، وعلى فكرة هي مش عربية، بالعكس ده احنا عندنا يعني اليونانيين والاسيويين وجنوب شرق اسيا وغيره وغيره وغيره، هم اللي عرفوا مجال التنجيم. الفلك بريء من قصص التنجيم، عشان كده دايما بنلاقيها او بنلاقي في معهد البحوث الفلكية دايما بيذكر كلمة هذا المنشور بريء من كل ما يمثل للفلك بالخطأ. وهنا المعنى المقصود التنجيم. فده حاجة وده حاجة. الفلك كواكب ومجرات سماوية وشمس وقمر وكوكب هنا دخل كوكب هنا، الحاجات دي كلها الله هو اللي خالقها. ما علينا غير ان احنا بندرسها علشان نفهم الناس الفرق، الصفات، الطباع. لكن التنجيم ان انا اقول لسي مثلا مشهد معين لفلك
او اقول ان لا ده انا هاجزم دلوقتي ان بسبب الفلك هيحصل كذا. لا طبعا، لان في طاقات مختلفه وفي شوائب الطاقات، فالمجال متشعب كتير، ولو قعدنا من هنا للسنه الجايه مش هنعرف نجيب لا اوله ولا اخره. بعض الناس زي ما بنشوف على السوشيال ميديا، في ناس بتبقى حافظه مش فاهمه. يعني هو لو فاهم مش هيكتب كومنت او يكتب رساله او يكتب حاجه زي اللي كاتبها. بص، نقول لهم ايه؟ واقول لهم اتقوا ربنا. انا حرفيا بقولها اتقي الله، لان انت لو ما اتقيتش الله، وخد بالك بقى، هو لو كان بيتقي الله مش هيكتب الكلمه اللي بيكتبها. لا انا معاك جدا، بس في ناس بتاخدها حته ايه، فلوس، زياده مال، زياده رزق، بيتاذوا. اصل الفلك زي ما هو بيدي خير، خد بالك الفلك بيدي شر. الفلك بيدي خير طبعا، لان في نوع من انواع زي مثلا ابراج او كواكب معينه ليها كرمتها، تربيعات او اقترانات بتحصل في السماء ليها كرمتها. لو انت انسان ما بتتقيش الله في الشغل بتاعك وما بتجيش على حد وما بتقلدش حد وغير وغير وغير، انت هتاخد اسوأ كرم على الارض. تخيل انت في حياته بقى، تخيل انت خالق حاجة او صنعت حاجة ويجي غيرك يقولها ويعملها. لا، ربنا مش غافل طبعا عن اي شخص بياخد شغل غيره او بياخد مجهود غيره او بيقلده في لبسه او يدور وراه هو النهارده فين، فانا هروح النهارده عند نفس المكان. لا طبعا، لا ليه طبعا. الناس بقت كده؟ او ليه بعض الناس، خلينا نقول بعض عشان اقول لك على حاجه، يعني. الجنه غاليه قوي والنار رخيصه قوي، فعشان كده في ناس بتبقى كويسه النار، وفي ناس بتبقى مش كويسه. وطبعا مع احترامنا لكل الناس وكل البشر على وجه الارض، هو كده، هو عدل ربنا كده. هيدخلك الجنه بسهوله؟ لا، هيساويك بشخص قاعد ليل نهار بيذاكر وبيصلي وبيصوم وبيتقي الله وبيتصدق وعايش على الله حكايته. هيجي زي شخص كل ملذات الحياه بالنسبه له ان يأذي، ان يقلد، ان يدور ويحفر قبر لشخص هو في حاله. في كتير يا حسين. لا، ربنا يرحمنا يا رب، اللهم امين، ويخرجنا منها على كل خير، ويخرجنا منهم على خير يا رب. اللهم امين يا رب. طب لو قلت لك وصفي لي بقى وفاء في 3 كلمات. والله هو مفيش شخص بيعرف يوصف نفسه، بس انا هقولها لك في 3 كلمات بحكم عمري وسني وخبرتي في الدنيا. الصبورة، المكافحة، اللي عاشقة للتحدي. عاشقة للتحدي جدا، قد التحدي جدا. لا نبص للكاميرا نقول قد التحدي جدا، وبالله ورسوله بإذن الله، بأمر ربنا طبعا. طبعا. ايه اكتر عادة يومية بتعمليها بترفع من طاقتك؟ الصلاة في السراء وفي الضراء، في الفرح، في التعب، في الحزن، في القهر، في الوجع، في الظلم، وبالذات الظلم البين. ما بعملش حاجة في حياتي غير ان فعلا بصلي، وبصلي عدد صلوات اللهم بارك يا رب ليا وعليا، ويتقبلني ربنا عنده من أقل عباده بتتعدى أرقام فلكية فعلا. طيب وإيه بقى الحاجة اللي بتعصب وفاء؟ الغدر إن أنا أكون مأمناك وجايالك بنية طيبة، وإنتي صاحبتي أو إنت صديق عزيز عليا، وتغدر بيا علشان غيري دفع أكتر. عشان غيري دفع أكتر. ما هو المادة والفلوس طبعا طمع الدنيا زي ما بنقول طبعا، وعشان كده ان شاء الله هيحصدوا. ايه اكتر جملة ايجابية سمعتيها في 2025؟ والله هي مش شرط في 2025، هي من اول ما دخلت المجال ده. هتنجحي ان شاء الله هتعدي ناس كتير جدا ما شاء الله حضرتك، كامل وهم جوه عينيا. ما شاء الله حضرتك وصلتي قدامنا ومعانا، ده معناه ان حضرتك وصلتي في الشرق الاوسط كله يا فندم. انت ما شاء الله يعني مختاره من فريق كبير. الوطن العربي كله بيشهد بمحبتي. اللهم لك الحمد. دي حقيقه، اللهم لك الحمد. ده فعلا يعني دعوة بابايا ومامتي الله يرحمهم. وانا تعبت عقبال ما اوصل لحضرتك برضه، ان انا اجيبك معايا في البرنامج. احنا تعبنا جدا وعقبال ما وصلنا لاداره الاعمال وتواصلنا، خدنا وقت. انا عندي مدير اعمال
طبعا شايل مستر تامر كل حاجه على ما شاء دماغه، الله. ربنا يبارك. فغصب عنه كتير بيبقى تعبان ومرهق والوقت حقيقي. بيستنزف منه. ففي تليفونات بتيجي وهو ملخوم في مليون الف حاجه تانية، فانا على الهوا هو بقولها لك او في التصوير، حقك عليا يا حسين. شكرا شكرا، نقول له شكرا. الله يخليك. لو رجع بحضرتك الزمن هتكملي في نفس المجال؟ وهبقى اشرس من كده باذن الله ان شاء الله. هبقى اشرس من كده عشان عايزه اساعد الناس من بجد بقلبي. وربنا بيدي كل انسان على قد النوايا والنية، لان في ناس اتبهدلت وما زالت متبهدله، ودايما بدعي ربنا اديني قوه مش وفاء الطبيعيه، اديني تريبل علشان اسد واصد مع الناس. لو هتشرحي طاقتك بالالوان، طاقة وفاء لونها ايه؟ اخضر. اخضر طبعا. اشمعنى الاخضر؟ لون المودة والمحبة والسلام والعدل. اللون لون السمو، ان انت بتسمو وبتبص لكل حاجة حواليك ان انت اللي فوق وكل حاجة تانية تحت. الحاجة بقى الوحيدة اللي احنا كلنا مش عارفينها، وفاء برج ايه؟ الجدي. الجدي. اختاري كوكب يمثل شخصية وفاء. زحل. اشمعنى زحل؟ المعلم الصارم، غير ان هو حاكم برج الجدي وانا برج جدي. طب ما تدينا معلومة كده. بص، الجدي صارم جدا وصاحب قرار. بيحب دايما يبعد عن الدايرة اللي هو فيها ويقعد يتفرج من بعيد، عشان لما بيجي يشوط ضربته بتبقى قوية. قاتلة مش قوية بس، لا. الجدي عنيد وصلب، ما بيتكسرش، ما بيتوجعش. الجدي بيوصل لمرحلة ان ممكن لو فيها هيقاتل العالم بس يوصل لهدفه، بيعمل. وهيوصل بإذن الله ان شاء الله. ده بإذن الله طبعا ان شاء الله. ايه اكتر برج محتاجة تلغيه اصلا من حياتك او تعملي له كنترول زد من حياتك؟ ارد عليك بصراحة، اتفضلي. ولا برج. ولا برج. بتعامل مع كل الناس بشفافية، وشفافية واضحة وصريحة. انا ليا معاملة الشخص اللي قدامي، مش قصة برج خالص. بتعاملني كويس هعاملك كويس، ما بتعاملنيش كويس يبقى خلاص. وكفى المؤمنين شر القتال. فمش قصة برج. 2.5 كلمة تقوليهم ل 2026 تقولي لها ايه؟ هقول لها يا سنة الحصان امشي بالراحة عشان في ناس مش هتعرف تلاحقك. يا سنة الحصان بلاش تشعلي نارك. يا سنة الحصان ادي خيرك وخدي شرك. يا سنة الحصان ادخلي بسلام آمنين. ان شاء الله باذن الله تكون سنة خير يا رب علينا كلنا يا رب. اللهم امين. طيب ايه تحذيراتك اللي انت متخوفة منها ل 2026؟ لازم يا حسين. اكيد حضرتك حذرتي قبل كده عن اللون الاحمر والكتابة بيه او لبسه كتميمة في الايد يعني. طيب. اكيد خليني اتكلم صراحة مع الناس. اتفضلي. شهر يناير وفبراير ومارس انت في عنق زجاجة. اقفلوا ودانكوا من اي حاجة فيها توقيعات، من اي حاجة فيها لعب بالاعصاب، من اي اخبار سيئة، من اي طاقات سلبية. اولا مود الشتاء اصلا بيخنقنا وبيخنق ناس كتير. احنا بنحب الشتاء وفي ناس عاشقة ليه، بس انا بتكلم على الفايبس العامة. بلاش حد يعني نفتح ودنا، بلاش نخش في صراعات نفسية هتخلي الشخص نفسه مضرور. فنصيحتي لكل الناس والجمهور الجميل اللي بيثق في ربنا وفي كلامي، ابعدوا عن اي حاجة فيها فتن نفسية او فيها صراعات او حروب نفسية. هتتعبوا ومش هتعدي بخير بالطريقة دي. في ناس ما بتسيبكيش في حالك، في ناس بتفضل مركزة معاكي، تدور وراكي وتفتش وراكي لحد ما تجيبك يعني. بص، صعب الوضع قوي برضه. هو في النقطة دي انت عايز تفتش ما الحل طب ايه مع الحاجات دي؟ التجاهل. ما هو بتتجاهلي بيجي لك يلفلك من طريقة تانية، عن طريق شغل، عن طريق حاجة بيدخل. بص، اللي عاوز يدخل لو ربنا كاتب لك شيء من بني آدم من دولة لدولة ايا كان هنشوفها. لكن انت مدام محصن نفسك، قافل ودانك، قافل قلبك من الحزن والزعل اللي هو اصلا مدخل سهل للشيطان.
كل ده بيحميك، كل ده بيحصنك، كل ده بيجعل بينك وبين الشيطان أبواب من الحديد اللي ما بينفعش إن هي تخترق. فاللي عايز يزن يزن، واللي عايز يدور يدور، واللي عايز يشيل يشيل، بس ما تزعلش لما تيجي تشيل الليلة كلها. ربنا موجود طبعا، ربنا موجود طبعا، ما بينامش، ما بيغفلش، طبعا، ما بيموتش، خلصانة. يعني ما بشوفهمش برضو ان هم بيطلعوا، بيفضلوا ثابتين في اماكنهم. المؤذي مكانه او اللي بيدور ورا شخص هو هيفضل في الحفرة بتاعته. اوعى تفتكر ان ربنا هيعليه. وبيسلط عليه اقوام وجنود العين ما بتقدرش تشوفها، لكن ربنا هو اللي راسلها من السماء. ويا ويله يا سواد ليله اللي ربنا يتدخل من كتر الظلم شخص لشخص، يتدخل يرسل له جنوده. كلمة تقوليها لحد اتظلم في 2025 ظلم جامد جامد جامد، قريب لظلم وفاة اختك، تقولوا لهم ايه الناس دي؟ حسبنا الله ونعم الوكيل وكفى. انتم وقود النار في الدنيا قبل الآخرة. هل هم عارفين ده؟ لا، بيشوفوها وبيعرفوها، ووشهم بيسود، وأمراض الدنيا بتجيلهم، وما بيلاقوش نوم ولا راحة. في منهم اللي خلاص بياخد إشارات ربنا وبيستغفر وإن شاء الله ربنا يتقبل توبته، وفي منه اللي ربنا بيزيده غشاوة على عينه وعلى قلبه عشان يستمر ويكمل. عشان يستمر. أنا قلتها لك، الجنة غالية والنار رخيصة. بس. وأكتر حاجة التحصين طبعا، ده لازم. طول ما علاقتك بربنا قوية امشي في الدنيا واجري ولا تهاب شيء، انت مع الله، فايه تاني اللي هيبقى معاك؟ طيب، وتقولي كلمة ل 2025 كده لكل باي باي بقى، باي بقى، باي باي بقى يا ستي. دخلتي خير ومشيتي خير بإذن الله. إن شاء الله بإذن الله.